السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. الحمد لله على سلامتي وسلامتكم، عشان بعد الغيبة الطويلة كده. قبل ما اتكلم في اي حاجة بقى، نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يلا حبايبي كده بقى، انا راجعه افكركم بنفسي، لحبايبي اللي هم كانوا مفتقديني وانا مفتقداهم، وحبايب قلبي اللي سألوا عليا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا. انا بخير والحمد لله وكويسة وفي صحة وسلامة. بس انا كنت غايبة مختفية كده شوية. بس هنا بقى بصي ايه، كان عندي الفيديو دوت قبل ما اتكلم سبب غيابي ايه هو. كان عندي الفيديو ده كده على التليفون، فقلت انزله واتكلم معاكم يعني شوية، اقول لكم انا كنت غايبة ليه وكان ايه سبب غيابي. هنا يا حبايبي كنا في شهر 7. كنا في شهر 7 كنا في شهر 8. كنا في شهر 7، انا بركز. كنا في شهر 7. فخدت ولادي ورحنا اسكندرية. كنت بعد يعني بعد مشوار طويل كده مع التعب والكده، جايه لكم يعني في الكلام، مش عايزه احرق الاحداث يعني واتكلم فيها. قبل ما اعرفكم الاول احنا هنا كده فين. هنا كده يا حبايبي كنا في اسكندريه. خدت ولادي شهر 7 واختي وعيال اختي وكده، ورحنا هنا. هو كنا في اسكندريه، نزلنا منطقه ابو قير. دي كانت منطقة أبو قير. بعد ما نزلنا، كانت أبو قير دي في اسكندرية آخر البلد طبعا للي عارف يعني. بصوا نزلنا، بعد ما نزلنا وقعدنا وخلاص تمام. ما عجبناش هنا الوضع خالص يعني. هنا الوضع في ابو قير ما عجبنكيش بقى ليه يا هبه؟ عشان كان في تصليحات. والله بصي لو تاخدوا بالكم، مش عارفه. هنا كانت شروق اللي بتصور، مش عارفه بقى كانت شروق جايباها ولا ايه. كان في البحر نفسه، يعني في البحر نفسه كان في هدد. بيبني حاجة في البحر نفسه، يعني بيبنوا حاجة في البحر نفسه. فبصوا حتى هنا بين الشقق وبين البحر كان في مسافة وفي طوب وفي تكسير. بصوا سيبنا بقى المنطقة ابو قير دي خالص، وجينا هنا في المنتزه. هنا بقى كانت شروق هنا بتصور كانت هنا بتصور من الشقة. كانت الشقة في الدور الثالث. بصوا هنا بقى في منطقة المنتزه. بس كانت جميلة جميلة جميلة، وناسها جميلة وكل حاجة جميلة. هنا كانت في المنطقة هنا هوت في المنتزه، كانت جميلة. هنا ده كان اسمه الجامع الأبيض، على ما يعني ما اتذكر، او هم كانوا قايلين لنا كده اسمه الجامع الابيض. وهنا كده على ايوه هنا كده ما كانش روما جايبه، كان في محطه المترو. يعني كان في هنا القطر، مش مترو، لا مش مترو، في هنا قطر. بس كان هنا بقى الشقه هنا والمكان هنا. المكان هنا كان جميل وحيوي بصراحه. فبس الشقه كانت مصورينها وكل حاجه تمام التمام، بس اتمسحت بقى من على التليفون. يعني وانا بمنتج كده فضل يقول لي المساحة امسح، المساحة امسح. هنا بقى لما كنا بننزل من البحر، الشاليهات والبحر هنا والمية والمكان كان نضيف جدا جدا عن ما كان في الاول. في منطقة ابو قير، هي جميلة برضو منطقة ابو قير جميلة، انا بحبها. جميلة برضو وناسها جميلة. بس الحتة اللي احنا كنا نازلين فيها كان فيها تصليحات وتكسيرات. المهم بقى اللي وصل معايا لغاية هنا يا حبايبي، تعملوا لي لايك واشتراك في القناة عشان ارجع لكم تاني، وابدأ وتشجعوني كده. ان انا ارجع واصور معاكم تاني. انا حبايبي كنت بقى ايه، مختفية عنكم لاني انا كنت تعبانة جدا جدا جدا، وكنت عاملة عملية ايه يا هبة؟ كنت عاملة عملية الغدة. عملتها شهر، يعني عملتها كده كان في توقيت الشتاء. في توقيت الشتاء بالظبط عملتها عملية الغدة الدرقية. عشان انا برضو يعني ايه قابلني حاجات كده. مفكرة في الغدة اللي هي بتبقى أنفوية وغدة درقية. لا أنا كنت عاملة الغدة الدرقية اللي هي فتحولي من رقبتي. كانت تعبانة أو كانت تعباني قوي قوي بصراحة. وكانت عملت لي لغ كده في زوري. كأني برتقاناية نازلة، كأني برتقاناية كبيرة مصرة ديت، كأنها نازلة كده من رقبتي. فطبعا رحت لدكاترة كتير جدا، مستشارين يعني مستشارين ودكاترة
وجراحين وكله اجمع ان هي لازم تتشال. كله اجمع ان هي لازم تتشال. انا ما كنتش عايزه اشيلها بصراحه، لان كنت خايفه جدا جدا جدا، وكنت قلقانه وكنت متوتره، وكنت ازاي هتفتحوا لي رقبتي وهبقى يعني. كنت بص كان الشيطان بقى ماسكني، وانا عموما بخاف من حته يعني حاجه اسمها عمليه كده. انا كنت بخاف يعني اسم عمليه نفسه يخوف. فبقيت حتى بقول للدكتور طب انت هتفتح لي رقبتي، طب انت هتفتح لي رقبتي يا دكتور، طب ما انا كده مش هموت ازاي، طب ما انت هتذبحني. انا برضو بصي بقيت في حاله ذهول، اني انا لما تعبت منها انا رايحه عشان اكشف، مش رايحه عشان انا رايحه اكشف ويكتب لي علاج. انا ده اللي في دماغي، هي هكشف وهيكتب لي علاج واخد علاج، والعلاج هي ورمه، فلما اخد علاج هي هتفش بقى، او خلاص اللغ او البرتقانيه اللي في زوري ديت هتروح مع العلاج وكده. طبعا انا رحت لقيت كلام غير ده كده، لقيت يعني ايه، الدكتور نقلني نقله تانية بالكلام خالص. لقيته بقى بيقول لي ايه عمليه وفورا. رحت عمليه، كانت ولادي طبعا بقى داخلين على امتحانات، انتوا عارفين كان معايا عمرو تالتة اعدادي السنه اللي فاتت، وكانت شروق تانية ثانوي. فرحت قلت لهم لا ازاي يا دكتور، راح قال لي العمليات فورا. رحت قلت له طب يا دكتور ايه، ماشي. خدت الكلام منه بصراحة ورحت رايحة لدكتور تاني. طبعا كنت عملت تحاليل وعملت اشاعات، رحت رايحة لدكتور تاني. رحت لدكتور تاني راح قال لي برضو نفس الكلام، قال لي عملية. برضو انا لا عملية، لا يا جدعان انا ما عملش عملية، انا لو عملت عملية هموت، لا انا حاسة ان انا داخلة مش خارجة. والهس بقى بتاع العمليات. لغاية الحمد لله ما كتبت، ربنا كتب لي السلامة وكتب لي النجاة. بعد كذا دكتور رحت يجي 4 دكاترة، وفي الاخر رحت رايحه للدكتور اللي هو الاخير اللي انا عملت عنده. لما كله اجمع ان انا اعمل عمليه، رحت بقى رايحه للدكتور اللي انا اللي هو عملها لي يعني. راح قال لي ايوه فعلا لازم عمليه يا هبه، عشان كده هي بتكبر وهي متشعبه يعني بتتشعب. هو وصفها لي كده بالبلدي كده، قال لي عامله زي عنقود العنب وهي نازله على صدرك، وبعد كده لما تعمليها دلوقتي احسن ما تعمليها بعد كده، عشان بعد كده هتنزل على القلب وهتخش بقى في عملية جراحة بقى للقلب، ونلاقي نفسنا احنا دخلنا في متاهات احنا في غنى عنها. فاحنا نلحق دلوقتي نعملها عشان هي بتكبر ونازلة على صدرك. وفعلا يا حبايبي كان عندي صدري، يعني عند القفص الصدري بتاعي كان طالع لي حاجة زي الليمونة بس صغننة. عارفين لا مش ليمونة، زيتونة. عارفين حجم الزيتونة؟ حجم الزيتونة كده بس صغننة. اتاري ده من ايه يا هبة؟ اداري ده كان منها وانا مش عارفة، وانا اقول ده من ايه، خبطة يا ربي، طب ده ايه، طب ده مش عارفة. فلما شلتها بقى طبعا، لما شلت الغدة، لقيت مجرد ما شلتها فالمكان ده كنت دايما في القفص الصدري الاقيه موجود، لقيتها اختفت. فجيت بعد كده اكتشفت ان هي كانت اساسا من الغده، ان هي كانت بتكبر. والحمد لله اني عملتها وقمت بالسلامه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس كان صوتي يا حبايبي، كان صوتي رايح خالص، ما كانش عندي صوت. قعدت بالظبط لغايه شهر 5، لغايه شهر اول 6 انا صوتي كانش صوتي طالع، كانش فيا صوت. لان طبعا كان كله عامل، كل الدكاتره اللي انا رحت لها قبل الدكتور الاخير ده الله يبارك له، قالوا لي الصوت يا يرجع يا ما يرجعش، ده نصيبك بقى. رحت قلت لهم يعني ايه، راح قالوا لي ده نصيب. بس الدكتور اللي انا رحت له عملت عنده قال لي لا مفيش الكلام دوت وما تقلقيش، هيرجع بس مش على طول. يعني هو كان صريح برضو معايا، هيرجع بس مش على طول. بس طبعا كانت نفسيتي تعبانه جدا، ان صوتي رايح، وانا كل ما بتكلم مع حد او كده انا صوتي اللي قدامي مش سامعني، اللي قدامي مش سامعني. كنت اكتر حاجه بقى خايفه منها ان انا لما اكلم ولادي في التليفون وهم اثناء بره اثناء الدراسه او في المدرسه او في الدروس او كده ما يسمعونيش. فكنت اقول لهم حاولوا اقفوا في حته هاديه عشان تسمعوني، لان صوتي ما كانش طالع خالص خالص خالص. فده اللي كان مخليني واقفه ما صورش، يعني كان هو ده اللي خلاني واقفه ان انا ما صورش. خد وقت جامد صوتي، يعني بقول لكم كده لغايه شهر 6
على ما بدأ يرجع، وبدأ يرجع ايه بقى يعني برضو تدريجيا. انا دلوقتي لما بتكلم الحمد لله نحمد ربنا انا صوتي طلع، بس لما بزعق مع ولادي وده حال كل ام يعني، كلنا بنزعق يعني، اما بزعق صوتي ما بيطلعش، بيتحشر بقى ما بيطلعش خالص. يعني برضو في المرحلة اللي هي بتاعت صوتي، في جزء في مرحلة صوتي ما بيطلعش. فقلت الحمد لله برضو احسن من الاول بكتير، لان انا الاول كنت بتهمهم كده، كانت الهمهمه يعني، انا كانوا ولادي يحطوا ودنهم في بقي عشان يسمعوني. اما كنت عايزه انادلهم هم في اوضه وانا في اوضه، كنت بسقف لهم، اخبط على شباك السرير، ارن عليهم لو التليفون في ايدي. بص لدرجة ايه يعني ما يسمعونيش حتى من اوضة لاوضة، مع ان انا شقتي صغيرة، انا شقتي مش كبيرة، بس هما كانوا من اوضة لاوضة لا ما يسمعونيش، لان كان صوتي معدوم خالص. والحمد لله يا حبايبي، الحمد لله ان انا يعني صوتي برضو دلوقتي اتحسن عن الاول بكتير. الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. وده يا حبايب قلبي سبب ما انا كنت غبت عنكم الفترة اللي فاتت دي كلها، بس ان شاء الله بأمر الله ما غبش عنكم تاني، ونرجع بقى مع بعضينا كده، نصور مع بعضينا ونبدأ نرجع كده من اول وجديد. بس انتوا شجعوني باللايك الجميل بتاعكم وكومنت حلو من ايديكم الحلوة. وحابة اشكر الناس اللي بتسأل عليا، ربنا يخليكم ليا، والله العظيم انا ما كنت اعرف ان انا كنت مستهترة بصراحة، بصراحة مش هكدب عليكم، بتكلم بمنتهى الصراحة.